بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين وتعودوا لها بخير يا رب، وعساكم من عواده. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي وتعودوا لها بألف ألف 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 خير، ويجعلها عيد سعيد مبارك علينا وعلى الجميع يا رب، اللهم آمين. كل سنة وانتم طيبين. ما شاء الله تبارك الرحمن. الشهر يعني عدى في سلام وأمان من غير ما نحس بيه. الشاطر بشطارته بقى، اللي عمل حصاله حلوه كده وطلع بها من رمضان، ويا رب نطلع كل هتنا بحصالاتنا ملانه من ايمان وصلاه وصوم وعباده وقراءه قران وكل اللي ربنا جلنا عليه في الشهر الكريم. كل سنه وانتم طيبين، وكل شهر وانتم طالعين مستورين بحصالتكم. الحصاله مش حصاله فلوس، الحصاله حصاله ستر من رب العالمين علينا. الحصاله حصاله عبادات بكل انواعها، زكاة، صوم، صلاة، عبادة، قراءة، كل كلمة طيبة، ضحكة حلوة في وش اللي قدامك، دي كلها صدقات، دي كلها حاجات طيبة ربنا ورسولنا وصانا بيها. صلوا على الحبيب المصطفى واذكروا الله. معانا النهارده عيديات ان شاء الله هنوزعها، يا اما يوم الوقفة يا اما قبل الوقفة يا اما يوم العيد، مش عارفة، لان بصراحة عيدية النهارده حبايبي ام عيود النهارده من اختنا وحبيبتنا ام محمد. مش اول مره تعمل معانا، عملنا لها اطعام على روح والدتها، والمره دي كمان عملنا لها ما شاء الله تبارك الرحمن بعت عيديه للاهالي. ما شاء الله تبارك الرحمن. ام محمد اخت ام مريم لسه من كام يوم دابحين لها العيد، اللهم لك الحمد. اختين فاعلتين خير، كل واحدة بتنافس التانية بطريقة مختلفة. فزي ما دايما بقول لكم يا جماعة، التحدي في الخير أو الغيرة في الخير كل الخير. الغيرة في الخير كل الخير. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، خير في أمتي إلى يوم الدين. أختين ما شاء الله تبارك الرحمن. أم مريم يعطيها الصحة والعافية ويزيد عليها الخير أضعاف ما بتعمل، وأضعاف أضعاف أضعاف ما بيعملوا على روح والديهم. الحاج ام محمد والحاج ابو محمد، ام مريم وام محمد اخوات يا حبايبي، اخوات ومنافسين في الخير بطريقه ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يجازيهم كل الخير يا رب. وكل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، ويرحم والديكم اللي ربوكم التربيه اللي ما شاء الله تبارك الرحمن عين عليكم بارده، ما شاء الله تبارك الرحمن عليكم. كل سنه وانتم طيبين يا ام مريم، كل سنه وانتم طيبه يا ام محمد. ربنا يجعلكم على وش بعض، وربنا يا رب ما ينقص منكم حد، ويجعلكم في الخير زياده، ويجعل دايما ايديكم سباقه في الخير، اللهم امين. من الناس المحترمه، من الناس المحترمه جدا جدا فوق ما تتخيلوا، من اسلوب راقي وتعامل حسن وكلمه طيبه، وما شاء الله تبارك الرحمن. زي ما بقول لكم الغيره او الحماس في الخير عندهم ما شاء الله، اللهم زد وبارك عليهم. الله يرحم والديهم اللي ربوهم التربيه الحلوه دي، ما شاء الله تبارك الرحمن. انا عايزه اقول لكم والديها ابوها وامها متوفيين وتحت التراب، وهم هنا بينافسوا بعض مين اللي يطلع على روحها اكتر، مين اللي يعمل لها اكتر. انا عايزه اقول لكم ام مريم وام محمد واخواتهم عاملين مسجد كبير ما شاء الله تبارك الرحمن. اول ما شفته ما شاء الله تبارك الرحمن حسيت كده ان انا في الحسين. مسجد ما شاء الله ما شاء الله في منتهى الجمال والشياكه، ومكلفين عليه وحاجه كده فخمه، بس مش هنا يعني. في ان شاء الله هيجي يوم واصوره لكم باذن الله. هنعمل له زياره ان شاء الله باذن واحد احد، وربنا يسهل الامور. كل سنه وانتم طيبين، تعودوا لها بخير يا رب. فعلا من الناس المحترمه اللي ربنا دايما بيعطرني في الناس المحترمه الخيره الطيبه. الزوج اللهم لك حمد، اللهم لك حمد. مش مقصرين ومش مخلين عن جهدهم جهد على روح ابوهم وامهم، وخير ربنا وخيرهم، الحمد لله رب العالمين. فالناس اللي زي دي فعلا لها كل الاحترام والتقدير مني، ان هم فاكرين اهاليهم بكل الخير وبكل اللي ربنا وصانا عليه، بالدعوه وبالصدقات وبالدعاء ليهم وبقراءه القران ليهم، وكل الحاجات دي اللي ربنا وصانا بيها على موتانا. فربنا يرحم موتانا. فدي اللي مخليني ما شاء الله تبارك الرحمن مبهوره بالشخصيات اللي قدامي.
مش عشان هم بيبعتوا ولا هم بيجوا اعملي، لا ما شاء الله انا معايا ناس الحمد لله رب العالمين بيبعتوا خيرا، لكن الناس اللي فاكره والديها بكل اللي بيعملوه، انا اللي شايفه وانا اللي عارفه بكل اللي بيعملوه من خير وجوامع باساميهم وكل الحاجات الحلوه دي، فالله ليهم ومعاهم. ام مريم وام محمد واخواتهم اللي انا معرفهمش، يجزيكم الف 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 خير ويرحم والديكم اللي ربوكم التربيه الصالحه دي، وربنا يجعل ذريتكم صالحه في الارض دنيا واخره. وادعو من الله دعاء لا يرد ان يجعل لي ذريه زيكم يا رب، ويجعل ولادي فاكريني دايما في مماتي انا وابوهم بكل الصدقات وكل الخير وكل الدعوات وكل الحاجات الصالحه اللي تنفعنا في بيوتنا في الاخره. في بيوتنا في الاخره، هي دي البيوت اللي على الحج، هي دي البيوت اللي نبذل جهدنا كله في ان احنا نعليها ونكبرها. بيوت الاخره هي بيوتنا الحقيقيه. كل سنه وانتم طيبين. مش عارفه الفيديو ده هينزل لكم امتى، يعني قبل العيد بعد العيد، بس اعرفوا ان احنا الحمد لله رب العالمين مصورينه في رمضان، وهيتم التوزيع ان شاء الله زي ما قلت لكم العيديات يا قبل الوقفه بيوم يا بعد الوقفه يا يوم العيد يا ليله العيد بالليل. المهم حبايبي ان ام محمد ما شاء الله تبارك الرحمن مطلعه عيديات. بسم الله بسم الله ما شاء الله تبارك الله. صلوا على الحبيب المصطفى واذكروا الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله يا حبايبي. عيديات للاهالي، كل سنه وهي طيبه وكل سنه وانتم طيبين وكل سنه وانتم بخير وكل سنه وانتم في زياده يا ولاد الخير يا رب اللهم امين. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. وايه انا جبت فلوس جديده عشان فرحه العيد بقى. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي ما شاء الله. اللهم زد وبارك اللهم زد وبارك. وظروفها حمرا بقى ومدلعين الناس اخر دلع ان شاء الله. طبعا يا حبايبي ابو الابرياء مش معايا الليل، يعني في مهمه تانية بتكلف بيها ان شاء الله باذن الله، فطلع يتمها وانا قلت باجي اتكفل انا بالفلوس دي، يعني كل واحد من يميته كده، لان بصوا الشهر ما شاء الله تبارك الرحمن على قد ما كان فيه مجهود جبار مبذل من العيله بحالها، لكن مفرح، مجهود متعب جسديا لكن مفرح نفسيا، والحمد لله رب العالمين. ربنا يا رب يجعل دايما مجهودنا طالع لوجه الله الكريم. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. الشهر ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. ربنا يزيد على الحبايب الخير يا رب اللهم امين. انا عايزه اقول لكم حبايبي احنا بنعمل اللهم لك الحمد في السر وفي العلن، في السر وفي العلن، والاجر والنيه رب العالمين اللي متولي بيها والمسؤول بيها، لان هو هيعطينا اجرنا على حسب نيتنا. واللهم لك الحمد لا رياء فيها ولا سمعه، كل الموضوع تشجيع للخير، وكل الموضوع رب العالمين وحده اللي عالم بالنيه ايه. وعايزه اقول لكم ان اللي بيتعمل في الخفا اكتر بكتير وبمراحل من اللي بصوره معاكم، وتصويرنا معاكم مجرد تشجيع، ولو ان الناس الخيره ما بتستناش، لكن ربنا اللي وصانا بكده في السر وفي العلن. ربنا اللي قال لنا، مش احنا اللي بنقول. سر عشان تاخد اجرك من رب العالمين كامل، علانيه عشان الناس تشوفك وتجلدك في عمل الخير. فما شاء الله تبارك الرحمن هو ده هدفنا. اللهم لك الحمد زي ما قلت لكم، احنا اللهم لك الف حمد وشكر يا رب، اللهم لك الف حمد وشكر يا رب. اللي بيتعمل في الخفا بمراحل من اللي بتشوفوه في العلن، والحمد لله ان ربنا مقدرنا وسط شغلنا ووسط بيتنا ووسط مسؤولياتنا
ان احنا ربنا مبارك لنا في وقتنا ان احنا نعمل اللي احنا بنعملها دي. الحمد لله رب العالمين. دي حاجه بتفرحني وبتجبر بخاطري، واحنا اللي بنشوف رد فعل الناس، واحنا اللي ربنا حاططنا في مواقف وحطنا في مكانه زي دي عشان وحده العالم قد ايه احنا بنفرح بالحاجه دي. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. احنا ربنا موسعها علينا في ارزاقنا، وربنا فاتحها علينا من واسع فضله، وفضل ربنا وكرم علينا اولا واخيرا. ومادام ربنا حطني في المكانه دي يبقى انا ربنا بيحبني. دايما بقول لكم كده، مادام ربنا جعلني سبب في توسيع ارزاق حد، جعلني سبب ان افك كرب عن مخلوق، جعلني سبب ان خبطه بابي دي على حد اديلها معيود ولا عيديه ولا اي شيء من خيرات ربنا علينا، فربنا بيحبني وراضي عني ان حطني في مكانه زي دي. اللهم لك الحمد. ربنا يجعلها نعمه لا تزول ابدا، وطالعه خالصه لوجه الكريم، هو وحده اللي عالم ان هي لا رياء فيها ولا سمعه. وربنا بيدينا اجرنا في الصحه وفي الستر وفي البركه اللي في بيتي. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. أن في نعم لا تحصى ولا تعد، أن في نعم فعلا لا تحصى ولا تعد. هستنى بقى عمار لما يجي، لان زي ما قلت لكم ابو عمار في مهمه. عمار خاله اخويا ربنا يديله الصحه والعافيه، عامل افطار جماعي في البلد على اول البلد هنا، فلمن بقى البلد كلها. ربنا يوسع على اخويا يا رب ويديله الصحه، والسنه الجايه يكون في زياده ويعمل في 3 بلاد مش في بلدنا بس. ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني احنا اصلا عيله خيره، يعني احنا اللهم لك الحمد الخير في دمنا، الخير في دمنا الحمد لله. اهالينا مربينا على كده. ربنا يوسع على اخويا كمان وكمان يا رب. اخويا بيعمل من خير الله عليه، من خير الله عليه. فالحمد لله عامل النهارده اطعام جماعي لاهل البلد. الدنيا مقلوبه في البلد. فاحنا مش كان عندنا وقت طبعا. هو عامل اطعام جماعي ما شاء الله، شيفات بقى ودنيا مقلوبه. فاحنا مش كان عندنا وقت لان احنا برضو كان عندنا اطعامات، وزي ما قلت لكم في التزامات تانية ورانا، لا عزمت ولا اتعزمت. عمار اللي قلنا له روح عشان خالك مش يزعل. فكل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، ويجعل الخير ساير وداير بين العباد يا رب، اللهم امين. ويوسع على اخويا ويوسع على اهلي كمان وكمان، ويوسعها عليا، ويجعلني دايما في الزياده من فضل الله عليا مش من فضل بني ادمين ان شاء الله. اخلص بقى كده، نستنى عمار لما يجي ونطلع بالعربيه ناخد لفه كده على الناس، نديها العيديه بتاعتهم. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي وتقعدوا لها بخير يا رب. دعوه حلوه لام مريم الله يرحم والديها، دعوه حلوه لام محمد اختها، الاختين الصالحات دول، الاختين الصالحات المنافسات في الخير ما شاء الله تبارك الرحمن عليهم، الله يجزيهم كل الخير. يلا حبايبي اشوفكم على خير، وربنا يهيئ لكم كل خير يا رب، ويجعل الخير ساير وداير بين العباد يا رب. احبكم في الله. بصوا حبايبي، احنا عاملين ظروفها حمراء هتروح لناس معينه، وظروفها خضراء دي مميزه شويه برضو لناس يعني حالتها تستاهل اكتر يعني من ظروفها الحمراء. فعشان كده هتلاقوني جايبه ظروفها حمراء وظروفها خضراء. ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يزيد عليهم الخير يا رب. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. الحمد لله على جبران خاطر من رب العالمين. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي وتقعدوا لها بخير. كل سنه وانتم طيبين. زي ما قلت لكم طبعا في كميه احنا حطيناها في الشنطه اهي ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الرحمن يا حبايبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى. زي ما قلت لكم الظروف الحمراء دي هتروح لناس، والحبه الخضر ده هم هيروحوا لناس معينه لان هم مميزين شويه عندهم. وكل سنه وانتم طيبين تقعدوا لها بخير، وعساكم من عواده السنه الجايه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بالزياده. وزي ما دايما بقول لكم ان الغيره في الخير منتهى الخير. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي وتقعدوا لها بألف خير يا رب. ما شاء الله اللهم زد وبارك.
نستنى عمار بقى لما يجي ونشد الرحيل، وربنا يسهل يا رب، لان احنا ورانا مهام عايزين نخلصها قبل دخول العيد علينا، ويدخل علينا وعليكم بالسعاده والصحه والستر يا رب، اللهم امين. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، ما شاء الله، اللهم زد وبارك، اللهم زد وبارك. دي ملان قوي يا رب ولا هو الاحمر زي ما هو عاملين؟ هو الاحمر تمام. ستجيل في ايدي كده، فكرت انت اتلخبطت ولا حاجه؟ لا. ما شاء الله يا حبايبي اهو. كل سنه وانتم طيبين.